كلامي ده هو بقى الفيديو التاني بعد شكرا والثلاث نقاط والفوز على الاهلي والاتحاد السكندري 2-1 و1-0. ايه ده؟ ايه الاداء الوحش اللي حاصل ده يا عم ترب؟ مش بقول ان انت السبب، بس انت اللي قدامي وانت المدير الفني. جماعيه صفر صفر جماعيه، ما عدا بعض اللقطات، لقطات مش اكتر، باصات متاخره. في مشكله في اجهاد ذهني، في حاجه اسمها اجهاد بدني. اللعيبه عندها اجهاد ذهني، اللعيبه مش مركزه في الملعب ليه؟ تفكيرها واوامر اللي بتروح لجسمها متاخره ليه؟ الجماعيه فين؟ اللعيبه اول مره يلعبوا مع بعض في حياتهم. في ايه؟ لا لا لا، الاهلي وحش، الاهلي وحش. وكان نفسي اقول لك الاهلي كان وحش وبقى احلى سيكا ان شاء الله، حتى 5% زياده او 1% زيادة. مش لاقي، انا متضايق، متضايق لان الاداء مش عاجبني. يعني الخطه باللعيبه بالاوامر عايزه اعاده ترتيب، اعاده ترتيب قدام ايجل نوار. لكن اللي انا شايفه ده يكركب البطن. ايه اللي يفرق لغايه دلوقتي عماد النحاس مع الاهلي، مع عماد النحاس عن الاهلي مع يستروب؟ ممشينها الحمد لله، فوز تجاري. عايز بقى اشوف من اول ايجل نوار نبدا نشوف اي حاجه، اي حاجه للتعديل الدفاع الكارثي، اي حاجه للشغل اللي اللعيبه تركز في الملعب. انا قلقان.